اهلا بيكم في قناة مامة ريم وكارما. فيديو النهاردة عن طريقة تخزين الجبنة الموتزاريلا وكل ما يتعلق بيها، يعني ازاي تخليها تمط معاكي كده زي ما انت شايفة حتى بعد ما تدخليها الفريزر، وكل الاسرار والتفاصيل اللي تخليها تمط معاكي زي اكبر الشيفات. يلا بينا نسمي الله ونشوف الطريقة مع بعض. بس قبل ما نبدأ ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك اي فيديو جديد بنزله وتشوفيه قبل اي حد. طبعا نوع الجبنة الموتزاريلا لازم يكون معروف، يعني نوع كويس. طيب النوع الشائع اصلا في البلد وهتلاقيه في اي سوبر ماركت، اي محل مستلزمات حلواني، هو الحمد. الحمد ده متوفر في كل حتة، هتروحي في اي حتة هتلاقيه، وفي نفس الوقت حلو جدا وسعره مناسب مش غالي قوي. طيب الجبنة الموتزاريلا بتاعتك بقى، انت جايبة كمية وعايزة تخزنيها، او هتاخدي مثلا حبة وعايزة تشيلي الباقي، تعملي ايه؟ تجيبي الكيس زي ما انت شايفة كده، لما بتاخديه من السوبر ماركت بتلاقيه يعني كأنه مبشور كده، بيبقى كل قطعة لوحدها. اول ما بتدخليه الفريزر وبعدين تطلعيه تاني بتلاقيه ماسك في نفسه كده، مش بتعرفي توزعيه كويس على الاكل اللي بتعمليه. فهتعملي ايه بقى؟ تمسكيه وهو في الكيس كده، تقعدي تحاولي ان انت تقطعيه من بعض، وبعد كده تاخديه وتحطيه في اكياس تلاجة وتفرديها زي ما انت شايفة كده. انا بفردها بحيث ان انا لما اطلعها من الفريزر تكون سهلة معايا، ويعني ما تاخدش وقت على ما تفك، وفي نفس الوقت تكون كل حتة كده لوحدها او كل قطعة لوحدها، اعرف اوزعها كويس على الاكل اللي بعمله. طيب لما تخزني الجبنة الموتزاريلا هتطلعيها تستخدميها ازاي؟ هتطلعي كيس الموتزاريلا تحطيه على رخامة، مش هتستخدميه نهائي الا لما يفك، ما يبقاش متلج او ساقع، لازم يكون بدرجة حرارة الغرفة. تمام؟ ليه؟ عشان لو متلجة هتتحرق، يعني اول ما تحطيها مثلا على بيتزا تدخليها الفرن هتلاقيها اتحرقت، مسحتش، يعني خدت لون كده من فوق لكن لسه قطع زي ما هي، مش هتسيح ولا هتمط معاكي كويس. طيب لو عايزة جبنة الموتزاريلا تبقى المطة بتاعتها كبيرة، او تكون زي ما بنشوف كده في الفيديوهات بيقعدوا يمطوها جامد كده وبتبقى حلوة، وبيستخدموا نفس النوع، مش عارفين ايه السر. السر ان انتي لما تيجي تحطي الموتزاريلا تحطيها على مادة سايلة. يعني هتعملي بيتزا مثلا، يعني هتعملي العجينة وبعدين تحطي صلصة البيتزا وبعدين تحطي عليها الجبنة الموتزاريلا، يعني ما ينفعش تبقى على مادة جافة، لا لازم تحطيها على حاجة سايلة، صلصة. هتعملي مثلا بيض، تخلي البيض كده يبقى يعني مش مستوي كويس، يبقى مستوي بنسبة 50%، وتحطي عليه جبنة الموتزاريلا وتغطيها، يكون على مادة سايلة، وفي نفس الوقت البخار ده هينزل عليها هيديها طراوة كده شوية وهتسيح كويس. ومهم جدا ان انتي تقسميها في اكياس على قد استخدامك، لان لو طلعتيها من الفريزر وبعد كده دخلتيها تاني وبعدين طلعتيها عشان تستخدميها تاني مش هتنفع معاكي وهتبقى مش عامله مطه نهائي. لازم لما تدخليها في الفريزر تطلعيها هي مره واحده بس، فعشان كده بنقسمها على قد الاستخدام بحيث ان احنا نطلع الكيس نستخدمه على طول. بس كده، هي دي كل التفاصيل اللي هتنجح معاكي الجبنه الموتزاريلا سواء في التخزين او في الاستخدام. يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا ما تنسوش لايك وشير لقناه مامة ريم وكارما.